إذا أردت لشعب أن يموت اقضي على أخلاقه. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. أمة الحبيب محمد قال عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله. إن المؤمن ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. أمة الحبيب محمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق الفقر. أعندنا شيء في البيت؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني صائم. وذاق الغنى. قال له أحد شيوخ القبائل: يا محمد، لمن هذه الغنم في الوادي؟ فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال: هي لك. قال: أتستهزئ بي؟ قال: لا، هي لك. قال: أشهد أنك رسول الله، والله إنك تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وفقد أولاده صلى الله عليه وسلم، فقد الولد وفقد البنت وطلقت ابنتاه، طلقت ابنتيه وهو على قيد الحياة، وطعن في زوجته. وأشد ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، لكنه ما تغيرت أخلاقه. عندما فتح مكة قال: ما تظنون أني فاعل بكم حينما أسروا عند المسلمين؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء.